مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه مع ميم. النهارده هنعمل الشوكولاته الترند اللي مكسره الدنيا، الشوكولاته اللي بالكنافه. الشوكولاته بتتباع الواحده ب900 جنيه. انا مش شايفه يعني الموضوع مستاهل كل ده. تعالوا نعملها مع بعض ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بقى في الكبه بتاعتي، هحط شويه فستق كده، هحط عليهم شوية من السكر زي ما انت عايزة. الحاجات دي ملهاش مقدار. حط كمان شوية زيت. هضرب الكلام ده مع بعضه. خلصنا بقى زبدة الفستق بتاعتنا اهي، بقت زي اللي بنشتريها جاهزة. طبعا لو اشتريتها جاهزة البرطمان الصغير ب600 جنيه، يعني الموضوع مكلف جدا. على النار بقى هحط معلقة زبدة على شوية زيت. هنزل بقى بشوية كنافة كده كانوا عندي من رمضان في الفريزر، قطعتهم صغير او ضربتهم في الكبة زي ما تحبي. هنزل بيهم كده على الزبدة والزيت، وهحمر بقى لغاية لما يدوني اللون الغامق المتحمر الحلو ده. الكنافة بتاعتنا حمرناها كده بقى لونها كده ذهبي جميل جدا، وهننزل عليها بالزبدة بتاعة الفستق بتاعتنا. احط عليهم معلقة صغيرة فانيليا. هنقلب بقى كل الحاجات مع بعضيها. حلة بقى فيها مية بتغلي، هنزل فيها كيس الشوكولاتة الخام كده، حطها في كيس الشوكولاتة بتاعتي. جبت قوالب الكب كيك وحطيت فيها الورق البليسيه ده، وهبتدي اجيب الشوكولاتة بقى الخام اللي انا سيحتها وابتدي احط. انا طبعا حطيت 2 فستق كده في كل واحدة. ابتدي احط بقى شوية شوكولاتة كده اهو، مش كتير ما كترش اهو. وابتدي ادهن كده الشوكولاتة، اطلعها على الجناب شوية في القوالب اللي انا حطاها، يعني تبقى في القاعدة وطالعة شوية على الجناب. خلصنا القوالب بتاعتنا، هخش بيها بقى على التلاجة. طلعتها بقى من التلاجة وهبتدي احط فيها الكنافة بتاعتي اللي انا خلطاها بزبدة الفستق. خلاص ملينا كده القوالب. هجيب بقى الشوكولاتة بتاعتي واحطها على الوش. اغطي كل الكنافة اللي عندي. نروح بقى بيها على التلاجة، نسيبها لغاية لما تجمد خالص. خلاص طلعنا الشوكولاتة من التلاجة، شكلها في منتهى الجمال. وتعالوا نشوف كده الطعم هيبقى عامل ازاي. افتحها كده، بصوا اهي، شوف الطعم بقى. روعة روعة روعة. لازم تجربوها، وان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكوا كل جديد. دي كانت طريقة عمل الشوكولاتة بالكنافة بأسهل طريقة مع ميم.